الله الرحمن الرحيم. احنا المكان اهوت عبارة عن مكان كويس ما شاء الله. وانا داخلة بالصدفة لقيت اسرة لبنانية. الاسرة اللبنانية دول مقيمين هنا عندنا في مصر حاليا، وهم في المساكن اللي عند موقف الستاموني والسماحية والكلام ده كله. الاسرة عبارة عن ام وبنتها وباباها توفى، وهم هنا عاشوا في بلقاس بإقامة مستديمة. الأم طبعا مريضة سكر، وبنتها هي هنتعرف على الأم. عرفنا بيكي حاجة الاسم؟ سناء جابر. الأم سناء جابر، والابن وجه مبشر سمر العشر. سمر العشر. يا سمر، انت في سن مقبل حلو وفتاة حلوة ووشك مبشر بالخير، والكافيتيريا هنا برضه مبشره بالخير. وانا لما عرفت ان وليد هو اللي ماسك الكافيتيريا حسيت فعلا ان الكافيتيريا هتبقى بخير، لان بلقاس بلد جميله واهلها ناس طيبين. واحنا عندنا السيد رئيس مجلس المدينه الدكتور عمرو عبد العاطي، انسان محترم وانسان طيب. تقولي ايه النهارده وانت بقيتي واحده من افراد بلقاس؟ وباذن الله مش هنسيبك، هنجوزك ونعيشك في بلقاس وتفضل عندنا من محافظه، من اهل مصر. مصر طيبه ومصر جميله، ومصر كلها ناس من جميع الجنسيات. عرفينا بنفسك طبعا، وقولي لنا مؤهلاتك وازاي بتشتغلي وازاي طموحك وداكي لهنا. والله انا سمر العشري، بابا من مصر وماما من لبنان. عايشين حياتنا دايما في لبنان. انا اتولدت في لبنان ومعايا جنسيه مصريه ولبنانيه. ما هي دي ميزه ان انت فعلا مش هيبقى عليكي تدفعي اقامه. ماما كنا عايزين نعمل لها جنسيه مصريه بس ما قدرتش لا تقدري، لان هي الوقت تابع ليكي وهي في سن معاش، ومن حقها ان تاخد عشان بنتها مصريه. لازم ورقه الجواز تكون مصريه، تطلع من مصر من هنا. ورقه الجواز تطلع من مصر من هنا، بما ان مش هتقدر تطلع من مصر من هنا لازم تتختم من لبنان، عشان ورقه الجواز بتاعها مش مسجله لسه هنا. عشان كده ما هي بتسجل في الخارجيه، لان انا كريمه صاحبتي قالوا لها برضو من فتره لازم يكون العقد الجواز بتاعك مسجل. تمام. طموحك ايه في الفتره اللي جايه ديت؟ وعايزه تقولي ايه؟ وعايزه فعلا تبقى لك مكان في بلدك وفي وسط اهلك، لان انت ما دام الاب مصري تبقى انت مصريه، صح؟ اكيد. باذن الله. نفسك في ايه وطموحك في ايه؟ باذن الله خير يا رب، وربنا يفرجها علينا. وانا مبسوطه ان انا اتعرفت بيك. وانا مبسوطه، ومش اول مره هجيلك، باذن الله المرات هتتكرر وهنبقى موجودون على طول، لان انت فعلا مادام نويتي انك تشتغلي وتبقي واحده مصريه وتحملي الجنسيه المصريه وتحملي الامل ليكي ولامك، ده شيء جميل. انا بشتغل عشان ما فيش حد اصلا بيخبط على بابنا يقول لنا انتوا عاملين ايه، اخباركم. ما الناس ما تعرفش، هي الناس شافتك. احنا كان لينا هنا بيت، اقسم بالله العلي العظيم. امبارح كانت بتعيط بتقول لي بدي اجيب هدوم، ما فيش معايا فلوس. احنا كان لينا بيت هنا، وبابا كان ليه ورث، وطبعا عمتي وستي وجدي كلهم ماتوا، وطبعا هنا عمي قبل ما يتوفى كان ورث بابا وطردنا بالشارع، واحنا من عيله العش الناس بجد من عند جامع النيل. عارفه عيله العش، وكان حق بابا بمعنى الاصح وطردنا، وبابا شاف الذل بجد هنا لما جينا. وطردنا اسبوع تحت بيتنا بالشارع تحت المطر، وكنا ندخل حمام الجامع وناكل من الدكانه. عذبنا كتير. حتى بابا مات بمرض السرطان على المسالك البوليه، مات وما يعرفش ان عنده مرض السرطان. كان عنده يا حرام كل ما كان عايز كان يعمل بول دم. كان عايز عنده يتعالج. كان عايز يتعالج بالحاجه دي. الدكتور قال له انت عندك حته لحميه. كل ما يروح يدور على شغل يقول، كل الناس تقول له انت عمرك 75 مفيش شغل. حتى انا كمان مفيش شغل. انا من اول رمضان نزلت هنا بالصدفه، عرفت وليد. كتر خيره وليد. هو سرق تليفوني وكنت بدور عليه، وشفت وليد صدفه قعد يدور عليه معايا وكده، واتعرفت عليه. ولما فتح المطرح هنا قال لي انا عايزك معايا، ونزلت معاه. وطلبت ان انا اشتغل
يعني عشان اقف جنب ماما. انت هتقفي جنب ماما، وبالقاس كلها تقف جنب ماما، لان بالقاس كلها رجال اعمال، وعيب على اهل بالقاس ورجاله بالقاس ان يشوفوا معانا الحاله ديت وما يتعاطفوش وياها. انا من خلال برنامجنا صوت الحياه الحاله حالتكم، والبنت من عيله العشري، عيله متاصله من بالقاس، وعيله كلنا عارفين عيله العشري، وعيب ان يكونوا اتنين من غير عائل ما نلاقولهمش عائل يساعدهم. احنا عايزين مطالبه بانهم ياخدوا حقوقهم كامله مكمله، والام 70 سنه اللي هي فعلا مش ملهاش عائل وبنتها العائل به، احنا مش عايزين الكلام ده، عايزين بالقاس بلدنا، بالقاس الجميله دايما تبقى قمه في قمه خير. وحياة ربنا والشعر القدير كنت بترجى اي انسان يعطيني بس بطانيه في الشتاء لحتى اتغطى انا وبنتي. لا اجيب لك بطانيه الوقت، حاضر تمام، والله العظيم ماشي حاضر.